انتوا ما راكوش غير ميه البصل، وخايف اشرح لكم بصراحه، ورد المطلقه، وقلب الحبيب. اعزائي المشاهدين متابعين دكتور ايمن العظماء، دايما بتبعتوا لي فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام وعايزيني اعلق عليها، وانا هعلق عليها. هعلق عليها واحده واحده بس عشان اعصابي بتتعب بعد ما بصور الفيديو، وبضطر اخد اقراص مختلفه من مضادات الاكتئاب ومخفضات الضغط، وبعمل جلسات علاج مع الدكتور النفسي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انا بسببك اتأذيت جامد، انا بروح لدكتور نفساني في رود الفرج. يعني قصيره بتتراوح من ساعه ونص ل3 ساعات لحد ما بيزهق مني وبيعمل لي بلوك، فدي رساله للدكتور النفسي، ارجوك اعمل لي ان بلوك. يا ستي قومي يا ست، اطلعي كلميني يا ست، عشان محتوى الناس عايزاه انا لازم اصوره. تمام، كل ده هزار مش بجد، ما بيحصل. ما علينا، يلا نخش في الموضوع على طول. تعالى يلا نشوف الهجايز. ثواني دخلنا على البصل من اولها. اول حاجه بصل بيتقطع، اتمنى ان احنا نكون هنعمل كفته، ده هيخش في تتبيله الكفته وهناكل كفته ونتبسط، مش هنعمل حاجه للشعر ولا للجلد ولا كده. تمام. لا، عنوان الفيديو مكتوب ناتشورال شامبو with red onions and rosemary. فظيع في الانجليزي، فظيع. يعني شامبو طبيعي بالبصل الاحمر وروزماري. يا ترى هتعمل ايه يا انشراح؟ يا دي ميه البصل اللي مش عارفين نخلص منها، اجانب ومصريين وعرب وخلايجه، انتوا ما راكوش غير ميه البصل؟ ما تشوفوا حاجه ريحتها معقوله. طيب الستات بتتطلق والبيوت بتتخرب، مش متخيل الراجل يرجع من شغله يلاقي ريحه البصل كده، وبعدين دي هتحطها في شامبو يعني اللي هو المفروض ينظف، اللي بنعالج بيه ريح. لما حد بيعمل وصفه فيها ميه البصل بنعذره ونقول معلش هتغسل شعرها بعد كده وتعقل وربنا يهديها، وان شاء الله ما تعملهاش حساسيه تلامسيه ولا التهابات ولا قشره في الشعر، ولما تغسل الريحه تروح. لا، دي حاطه لك ميه البصل في الشامبو فالريحه عمرها ما هتروح. ايوه، ميه بصل وروزماري وهتحط عليهم شامبو عادي من اي سوبر ماركت. احنا كل اللي عملناه ان خلينا الشامبو ريحته بصل بس. صلاة النبي، حضرتك يا فندم عايزه تقنعينا ان لما غسلتي شعرك بالشامبو اللي فيه ميه البصل والروزماري هوب بقى شعر حقيقي كده؟ يعني ما عملناش سشوار وفرد ومكوى ودلعناه؟ مع العلم ان انا مش بشجعكم ان انتوا تعملوا سشوار وفرد ومكوى وبروتين والحاجات دي، لان هي اصلا بتدمر الشعر اكتر. انا هعتني بشعرنا عادي، شامبو وبلسم وسيرم او زيت او كريم، اي حاجه ليف ان بنحطها في الشعر ونسيبها. وما تتخيلوش ان طبيعه الشعر يا جماعه هتتغير، هو ممكن يبقى اسهل في التسريح، شكله احسن، يديله لمعه بشكل صحي بدون ما يأذيه. هو ده المطلوب من روتين عنايه الشعر، مش ان هو يغيره. يعني لو انت شعرك ويفي مش هيتحول لستريت، وانت لو شعرك ستريت مش هيتحول لكيرلي. اي حاجه بقى هتعمل التحول ده يبقى هتضر الشعر، والكلام ده كله انا بشرحه في الدليل الكامل للعنايه بالشعر، هسيبه لكم هنا اهو. وما تحطوش ميه بصل عشان الريحه اولا، ثانيا ممكن تعمل تحسس او التهاب او قشره او اكزيما دهنيه، وهتعمل جفاف في فروه الشعر شديد. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. انا اخدت ثانيتين كده عشان استوعب ايه اللي بيحصل على الشاشه، وخايف اشرح لكم بصراحه لان انتوا ممكن تنطوا من جوه شاشه الموبايل عندكم وتضربوني. دي واحده بتعمل فتله للشعر اللي في الفرق، فرقه شعرها وبتشيل الشعر الصغير بالفتله. يا لهوي على سنين السودا. وطبعا اللي بتعمل رياكشن كاتبه لو اعرف ليه هسكت بجد. يا نهار ازرق، ده بتشيل كميه شعر كبيره بالفتله بتهوب. انا لو اعرف ليه برضه هسكت، بس مفيش سبب منطقي. ده البنات بيجوا العياده بيعيطوا وبيبكوا بالدموع عشان الفرق ده باين عندهم وعايزين ينبتوا الشعر فيه عشان يبقى مش واضح، وبنقعد ندي علاج بالشهور وجلسات كل ده لمده 3 ل 6 شهور عشان تبدا الحاله تشوف تنبيت في الفرق كده وتحس ان هو بدا يقفل شويه، تقوم انت بمنتهى البجاحه تشيليه بالفتله. ايه يا شيخ، ايه يا شيخ، ده انت بتشيلي قلوب البنات اللي بيتفرجوا عليه. حرام عليكم. الفيديو ده اكبر دليل على ان محدش عاجبه حاجه. اللي ما عندهاش شعر عايزه تنبته، واللي عندها شعر بتشيله بالفتله. يا مفتريه. هو انا متضايق ليه؟ ما انا ما عنديش شعر ومبسوط. انا بقى مثال على الشخص اللي عاجبه حلو، عشان بس الناس اللي هتخش في الكومنتات وتقول لك طب روتين شعرك يا دكتور تلاقيك انت شلته بالفتله. انا عاجبني يا سيدي، انا عاجبني وما شلتوش بالفتله، هو وقع لوحده عشان انا ما عالجتوش وما حبيتش ان انا اعالجه. انا مثلي الاعلى في موضوع الشعر ده هو ذا روك وفان ديزل. موت بغيظك بقى. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز.
ايه اللي انا شايفه ده؟ ستوب اوفر باينج فور سكين كير، يعني بتقول لكم ما تدفعوش فلوس كتير في السكين كير. اللي انا فاهمه ان ده خيار، هي حاطه خيار على كل سنتيمتر في وشها وجسمها زي سبايدر مان كده، رجل العنكبوت. دي المرأة الخيارة، ايه القدرات الخارقة بتاعتها؟ بتطلع سلطة من ايديها. يعني مش فاهم ايه وجهة النظر وايه الهدف، عشان بس لو الهدف ترطيب غلط مش هيحصل. ما هو الخيار ده فيه ميه بالهبل، بس مين اللي اقنعكم ان الميه بترطب الجلد؟ الميه بتسحب الرطوبه من الجلد، بالذات لو فيها املاح، وكل الميه فيها املاح بما فيها الخيار، ميه ومعادن، فبالتالي بيسحب الميه اللي جوه الجلد بالخاصيه الاسموزيه، فهيعمل جفاف اصلا في الجلد. ممكن يكون الغرض من الوصفه حاجه تانية احنا مش فاهمينها، مثلا ان هي ايه، تعمل طبخه لجوزها فياكل صوابعها وراها من كتر حلاوته، ياكل ايديها بقى على اساس ان فيها خيار، تبقى هي دي السلطه. او هي دي بقى الست اللي لما جوزها بيشوفها بياكلها اكل حرفيا. فطبعا يا جماعه الفيديو ده انا مش عارف هو هزلي ولا جد، بس اظن ان هو هزلي، واظن يعني ان محدش هيتفرج عليه وهيعمل كده بجد. ولو انت مقتنع ان هو بجد ارجوك تقتنع ان ده هزلي وما تعملوش، لان ده مش هيفيد في اي حاجه. ولو مش عايزه تصرفي فلوس على السكين كير، مش لازم تصرفي فلوس على السكين كير، خلاص كفايه عليكي الصابونه والنظافه الشخصيه. لو جبتي مرطب، شوفي ارخص مرطب في الصيدليه ودهنيه لجسمك مثلا. واقي الشمس، بس اما نطلع في الشمس بالنهار الله يكرمكم، حتى لو هنتعرض للشمس بشكل غير مباشر، نحط واقي الشمس طبق خفيف خالص ونكرره كل ساعتين. ممكن مرطب بالليل كده، غسول لطيف. الحاجات دي كلها بسيطه ان شاء الله، مش هتكلف كتير، وانا بتكلم عنها في الدليل الكامل للعنايه بالبشره. اللي يقنعك ان انت محتاجه حاجات اكتر من الثلاث حاجات دول، اللي هو واقي الشمس والغسول والمرطب، بدون داعي طبي، يبقى هنا مصاريف على الفاضي بقى. لو عندك مشكله تكشفي بقى عند دكتور جلديه، والمشكله دي يبقى ليها حل، الدكتور يكتب لك عليه وتستخدميه مع الروتين اللي انت اوريدي بتستخدميه. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم، ولا انا بكلم نفسي؟ انا هخش في اللي بعده. ازاي نتواصل معاك يا دكتور ايمن؟ عملت لك نظام للكشف والمتابعه اونلاين مخصوص علشان اقدر اساعدك. النظام ده انا اللي عملته بنفسي عشان يضمن دقه التشخيص والعلاج، وبرضه يحتوي على متابعه 24 ساعه على الواتساب مع العبد لله شخصيا. وكل اللي محتاج تعمله انك تبعت لي رساله على الرقم اللي هيظهر على الشاشه ده على الواتساب، وهرد عليك بنفسي علشان اقول لك التفاصيل، وربنا يقدرني واساعدك. تعالى يلا نشوف الهجايز. بيقولوا لو جبتوا بخاخة وحطيتوا فيها فوليك اسيد. هم مين اللي بيقولوا؟ مين اللي دايما يقول لي ويعرفني منين؟ هم مين؟ بيقولوا لمين؟ وما قالولناش ليه؟ ما حدش قال لنا ليه؟ طب ما احنا دكاتره، ما احنا لو كنا نعرف. بيقولوا ايه يا ستي على الفوليك اسيد؟ اتفضلي كده، وبعدين حطينا عليه في البخاخ ده ميه. يعني هنحط حبيتين فوليك اسيد في بخاخه ونحط عليها ميه، ليه بقى؟ عشان ما بنعرفش نبلع بالشام مثلا؟ طب ايه لازمه البخاخه في الموضوع؟ كده، واستنينا بقى لما يفور ازاي؟ ما هو مش اقراص فواره، هو اقراص عاديه بتتبلع ما بتفورش. اللي بيفور ده يا فندم اسمها ايفرفيسنت تابلت، اقراص فواره زي اقراص فيتامين سي اللي بتتباع في الصيدليه، تحطها كده بتفور في الميه، وهي معموله عشان كده. انما اقراص فوليك اسيد اقراص عاديه بتتبلع ما بتفورش ولا حاجه. هي جت على دي اللي اقف عندها، ماشي كملي. شعرنا كده، شعرنا هيتقل لدرجه انه يبقى مزرعه. قالت لك لو حطيت فوليك اسيد على ميه واستخدمته بخاخه على فروه الراس، شعرك هيتقل لدرجه ان هو يبقى مزرعه. اقول ايه ولا ايه يا ربي يا ربي؟ ايه ده؟ ثقه. الدكتور قال لك عد من 1 ل 10 قبل ما تعلق على الفيديو. بصوا يا بنانيت يا حلوين، الفوليك اسيد ده فيتامين له اسم اخر يعرف بفيتامين بي 9، وله دور مهم جدا في تصنيع الحمض النووي في الخلايا المنقسمه. يعني الخليه كده لما تيجي تتقسم الحمض النووي بتاعها بيتنسخ، الفوليك اسيد بقى له دور في المهمه دي. طب اصلا بيشتغل ازاي؟ لازم ناخده عن طريق الفم ويحصل له امتصاص من الامعاء، بعدين يخش على الكبد ويحصل له ميتابوليزم او ايض هناك، بعدين يخش مجرى الدم ويروح للخلايا ويقوم بوظيفته دي. فبناء عليه لو حطيناه موضعيا على الشعر مفيش اي دليل علمي، بل بالعكس ده شبه مؤكد ان هو مش هيعمل حاجه، لان مفيش ميكانيزم معروفه في الجلد او في الشعر يخليه ياخد الفوليك اسيد اللي هو حبوب اصلا ودايبه في ميه ويمتصها عن طريق الجلد ويعمل لها ميتابوليزم لوحده ويدخل
بتدخلها للشعر علشان تأثر على نموه. واصلا دور الفوليك اسيد في تساقط الشعر مش بيظهر الا لو في نقص حقيقي في الفوليك اسيد، وده بيتعوض زي ما قلنا عن طريق الفم، مش موضعيا اطلاقا، لان لو في نقص حقيقي في الفوليك اسيد بيعمل بلاوي تانية في الجسم، مش بس تساقط شعر، منها مثلا حاجه اسمها ميجالوبلاستيك انيميا، اللي هي نوع من الانيميا بتتضخم فيها كرات الدم الحمراء وما بتبقاش قادره تشيل اكسجين كافي توديه للخلايا. ولو افترضنا ان الانسان ده عنده نقص في الفوليك اسيد، معرفش تشخص لوحده ازاي، وخد فوليك اسيد بالفم عشان يعوض نقص الفوليك اسيد اللي عنده مش موضعيا على فروه الراس، كل اللي هيحصل ان نمو الشعر اللي ضعف او تساقط بسبب نقص الفوليك اسيد، ودي حاجه اسمها تيلوجين افلوفيوم او تساقط شعر تفاعلي، هسيب لكم الفيديو بتاعه هنا اهو تتفرجوا عليه عشان تفهموا اكتر. كل اللي هيحصل ان نمو الشعر هيرجع لطبيعته، مش هينمو زياده ويبقى مزرعه زي ما هي بتقول. ده غير ان الفوليك اسيد ده في ناس حقيقي محتاجاه لان عندهم نقص فيه، او مرضى بامراض معينه، او بياخدوا علاجات مناعيه محتاجين معاها الفوليك اسيد، او حوامل لازم ياخدوا الفوليك اسيد اثناء الحمل عشان الجنين ما يبقاش فيه تشوهات. فلما حضرتك تروحي تشتريه وتدوبيه في ازازه ميه وتبخيه على فروه راسك فينقص من السوق، كل الناس دي هتتضرر. فما تعملوش كده. عصبتوني اللي بعده. هل تعلم ان على هذه القناه العظيمه يوجد ممبرز اريا او قسم للاعضاء تقدر تشترك فيه بتكلفه رمزيه جدا تدعم بيها المحتوى لو انت حابب تعمل كده، وهتاخد قصاد التكلفه الصغيره دي مزايا كتير جدا جدا لا حصر لها، منها فيديوهات حصريه محدش بيشوفها غير الاعضاء، ومنها انك تشوف الفيديوهات بدري عن ميعادها، وان كومنتاتك بيكون ليها الاولويه في الرد، وبتستخدم ايموجيز معينه ما بيننا بقى سيكريت للاعضاء فقط. فلو حابب تكون من العظماء اللي بيدعموا المحتوى المفيد، خش على قسم الاعضاء وهستناك جوه بمفاجآت مش هتتخيلها. كمل الفيديو بقى. تعالى يلا نشوف الهجايز. خير، ليه بنفقش بيض على شعر البني ادمين؟ ليه ما البيض ده مليان بروتين ومفيد، فيه دهون صحيه وفيه فيتامينات ومعادن، ما ناكله كده اهو من هنا من فتحه الفم، وبعدين 5 بيضات ما شاء الله على الشعر بس، يعني ما نحط 5 بيضات على الشعر هناكل ايه؟ ده زيت زيتون. هو يمكن هم هياكلوا البيض بس هم بيعملوا الاومليت على الشعر، ما احنا حطينا زيت وحطينا بيض، فاضل لنا بسطرمه كده وخلاص. ليط بقى، ايوه ليط بقى، ليط الشعر بالبيض بالزيت بقى وايه. هو احنا ليه بناخد الكلام بشكل حرفي؟ يعني عشان الكوافيره قالت لك في حاجه اسمها بروتين للشعر بيفرده، فتروحي تجيبي اي حاجه فيها بروتين وتحطيها على شعرك ومتخيله ان هو هيفرده؟ ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ اصلا اللي الكوافيره بتعمله مش بروتين ولا حاجه، دي مواد بتفرد الشعر بطريقه كيماويه مليانه فورمالدهايد وحاجات بتاذي الشعرايه، يعني مش بروتين حقيقي، مش بروتين بجد، مش زبادي يوناني مثلا، مفيش الكلام ده. فاضل بقى نغسل البيض والزيت بالشامبو اللي فيه ميه البصل، يبقى كده ايه، خربناها خالص. الله اكبر. بص الشعر ده بقى انا باكد لك ان هو من البيض. طبعا يا بنانيت يا حلوين يا عاقلين يا جمال اللي بتتابعوا دكتور ايمن، مش هنعمل كده، مش هنفقش 5 بيضات على شعرنا ونليطه بالزيت وبعدين نروح نغسله ونتخيل ان ده بشكل او باخر هيأثر في الشعر. ممكن طبعا بعد ما نغسله يبقى متليط كده ومفرود، لان اي غسيل شعر بعدها الشعر هيبقى متليط ومفرود، بس دي مش حاجه هتفيدنا باي شكل من الاشكال. اللي هيفيدنا ان احنا ناكل بقى الاكل ده، ناكل البيض ده، لان البيض ده مفيد. فكل وجبه من وجباتك لازم يبقى فيها بروتين بشكل كافي، سواء بقى بيض، فول، جبنه قريش، الحاجات دي كلها مصادر كويسه للبروتين، وجنبها لازم يبقى فيه خضار وفيه فاكهه، لان الحاجات دي فيها فيتامينات ومعادن جسمك كله محتاجها بما في ذلك الشعر. ونشرب ميه كتير وننام كويس ونهتم بالرياضه وبالحركه، لان هيدا مفيش غير رياضه ودايت ودايت ورياضه. كل دي حاجات هتفيد شعرك اكتر بكتير من ان انت تطقشي عليه بيض. قولوا لنا في الكومنتات بتطقشوا البيض ولا بتفقشوا البيض، عشان في خلاف في التيم بتاعي في الموضوع ده، قعدنا نتناقش احنا في الكواليس، في ناس بتقول فقش وفي ناس بتقول طقش. انا تيم طقش. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. ما هو ده النوع اللي انا عليه بدور. وانا قاري صح، يعني اللي انا شايفه على الشاشه ده حقيقي. مكتوب ارخص ميك اب ريموفر وماسكه زيت قال يبين زيت اكل. المايسيلر روتر اثرت معاكم في حاجه؟ يا ستي اعملي دبل كلينزنج، الله يكرمك، اغسلي وشك بالميه والصابون. طيب بص ازاي هقول لك بلاش ميك اب، لو انت عايزه توفري الميك اب غالي، بلاش ميك اب هيبوظ بشرتك اكتر. ايه ده اهو؟ لا 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 لا
المشهد ده بيفكرني بمحمد هنيدي في فيلم وش الجرام لما كان عامل نفسه بادي بيلدر وكده وراح دهن جسمه بزيت القلي ودخل كده وايه، نفس طريقه تفكير ما شاء الله. قال لك الميك اب ده دهون، فالدهون ندوبها بدهون والزيت عباره عن دهون، فنحط الزيت القلي على وشنا بس خلاص. مش معقول يعني هيكون له اي اضرار، مش معقول يعني هيسد المسام ويزود الحبوب ويضر البشره، لا مستحيل. نفس الاضرار اللي انا قلتها دي الميك اب بيعملها برضه، هيسد المسام ويزود الحبوب ويرهق البشره ويدمر حاجز الجلد، فليه؟ خليه في المناسبات بس. وازازه مايسلر ووتر كده هتقعد معاكي بقى سنتين ولا حاجه لو انت مش بتحطي ميك اب كتير، او بلاش خالص. انت جميله زي ما انت فله قمره. يا اختي حبيبتي بابا. انت بصي ايه ده الله اكبر. سو سعيدة. بشرتك منوره وضحكتك تهبل بجد. مش محتاجه تحطي ميك اب، ما تحطيش ميك اب ارجوك. لو عندك مشاكل في البشره روحي عالجيها عند دكتور جلديه، توفري فلوس الميك اب وزيت القلي عشان اصلا مش رخيص يعني، والله هتلاقيه بثمن المايسلر ووتر. اللي بعده تعالى يلا نشوف الهجايز. مساء الخير يا دكتور، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ كنت عايزه حاجه للتصبغات والتفتيح. هو احنا ليه داخلين نشتري من الصيدليه مع الزبونه؟ مكتوب فوق الحل النهائي للتصبغات والنمش واثار الحبوب وتفتيح البشره وترابيزات بلياردو. ربع ثقتك. يعني انا دكتور جلديه بقالي 15 سنه ما اعرفش مره واحده قلت الحاله من الحالات الحل النهائي للكذا وكذا وكذا وكذا، ولا اي حد من زمايلي، لان كل حاجه بامر الله يعني في الاول وفي الاخر. بس اما نشوف. انا هديكي اقوى حاجه، تركيبه فعاله مفيش حد يقول لك عليها ابدا، وده سر من اسرار دكتور احمد. طب ما هو سر انت هتقوله لنا، ما بقاش سر كده. ما خلاص، ما هو السر لو عرفوه اتنين يبقى ما ايه ده؟ في مثل كده. انت عايز ايه حضرتك؟ ما هو السر لو طلع بره اتنين ان كبر ابنك خوي. يا سلام، سلم على مخك البلالان، عيش يا بحر العلم يا ترعة المفهومية. هو كان في باقي للمثل بس انا نسيته فقلت اكمل باقي مثل تاني، اعذروني معلش ما درستش امثال شعبيه. هديك حاجه للتفتيح وللنمش والتصبغات واثار الحبوب ورد المطلقه وجلب الحبيب ورفع الحسد وجلب الثراء وفك الدولار ورفع الاقتصاد وزياده الرزق وترابيزات بلياردو وبنج. بيعمل كل حاجه. بص شبح. سمعنا. قول يا ستموني قول. في ناس بتجيب حاجات كتيره 500 و600، انا هديكي تركيبه مش هتكمل 220 جنيه. هو مش الناس اللي بيبيعوا حاجات في الصيدليه ب 500 و600 دول انت زمايلك يعني؟ مش انت دكتور واقف في صيدليه المفروض يعني ما بتبيعش؟ لو في حاجه ب 500 و600 ما بتبيعهاش ترفض؟ هو احنا اللي بنسعر الدواء يا فندم ولا الدواء بينزل بسعره وهو بيبيعه زي ما هو ملوش دعوه؟ فنعقل الكلام واحنا بنقول. هنجيب فيها التركيبه، هنجيب فيها فرند لافي سبوتلس. يا خوفي 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 يا خوفي. اصل دايما فرند لافلي وسبوتلس بيجي معاهم في التركيبه الثلاثيه الجهنميه اللي بوظت بشره البنات في الجمهوريه. دايما بيجي معاهم بتدريب التركيبه الثلاثيه اللي دمرت اجيال ولسه بتدمر اجيال لحد النهارده. فارجوك خايب ظن ما تقولش بتدريب. ديرمو فري ديرمو فيت. يا ريتك قلت بتدريب. يا ريتك قلت بتدرب. ديرموفيت يا قادر. اعمل فيك ايه؟ امسك اعصابك. الديرموفيت ده ما ينفعش يتحط على الوش اطلاقا. في الطب اسمه سوبر بوتنت ستيرويد، يعني كورتيزون خارق المفعول، مش قوي المفعول، خارق المفعول. انت متخيل؟ البيتاديرم بقى اللي انا كنت خايف ان انت تقوله هو ده اللي قوي المفعول، وده كارثه برضه ما يتحطش على الوش، ممنوع الا تحت اشراف طبي وبانديكيشنز او دواعي معينه. فانت لا سبت البيتاديرم بقى، انت قلت الله هو انا هبقى زي كل الناس كده اللي بتقول بيتاديرم عادي؟ لا انا هطلع بقى لابوه جده عمه الكبير اللي هو اقوى الخارق اللي هو الديرموفيت. طب ايه المشكله يا دكتور؟ يا جماعه جلد الوش ده من ارق الجلد اللي موجود في الجسم كله، فبالتالي حتى لما بنستعمل عليه كورتيزون لدواعي طبيه، اكزيما او التهاب تلاموسي او اي مشكله طبيه، بنحط كورتيزون ضعيف المفعول عشان تبقى اعراضه الجانبيه قليله، لان بشره الوش رقيقه ومش هتستحمل، زيها زي المناطق الحساسه بالظبط. فبالتالي لما نحط كورتيزون قوي المفعول او خارق المفعول دي كارثه، لان الكورتيزون مع التكرار بيعمل ترقق في الجلد، بيضعف مناعه الجلد، بيزود افراز
افراز الدهون فبيزود الحبوب والالتهابات، بيدمر حاجز الجلد تماما، بيزود الاوعيه الدمويه السطحيه اللي موجوده في الجلد، بيعمل تجاعيد مبكره، بيعمل تصبغات مع الوقت. هو ساحر لما تحطيه اول مره، لان الكورتيزون مضاد للالتهاب، واغلبيه مشاكل البشره بتكون بسبب الالتهاب، فلما بتحطي الكورتيزون بشرتك بتهدى تماما وتحس ان وشك منور، فتدمنيه بقى، تبقي متخيله بقى ان هو هيفضل يعمل كده على طول. لكن مع الوقت هيعمل اللي انا بقول لك عليه ده، بشرتك حرفيا هتتحول من سمك البشره الطبيعي لرقه لا تتخيليها، يعني كانها ورقه. تخيلي معايا البشره زي دفتر الروشتات ده، كل ما تديني كورتيزون كل ما في ورقه بتتشال، في ورقه بتتشال، في ورقه بتتشال، لحد لما البشره تبقى كده اهو خلاص ضعيفه جدا، مش هنعرف نرجعها لك تاني. اللي راح ما بيرجعش. ما تدونوش كورتيزون على وشكم الا لداعي طبي وتحت اشراف طبيب، والمده اللي الدكتور يقول عليها بالظبط، وبعد كده نرجع للدكتور تاني عشان يقول لنا بقى نوقفه ازاي، ونوقفه اصلا ولا لا، ولا هنمشي على جرعه وقائيه على حسب مشكلتك. لكن ما نستخدمش اصلا كورتيزون كعنايه بالبشره او كتفتيح او كجزء من اي تركيبه بنستخدمها كده بدون اشراف طبي. ما تروحوش تشتروا تركيبه من نفسكم ابدا، لا تفتيح ولا غيره. لو ما تعرفيش ايه الحاجه اللي موجوده ما تشتريهاش. اهم حاجه بالنسبه له ان انت لما تحطيها تتبسطي، ما تقولي لصاحبتك وصاحبتك وصاحبتك وصاحبتك. هو ده الانستنت افكت او التاثير الفوري للكورتيزون لما بيحطوه في التركيبات دي، عشان كده فما تعملوش كده. هنعمل بقى ايه؟ هنجيبهم كده، ادي فرند لافي، ادي السبوتلس، ادي المونو فري، وادي الديرموفيت. هنحط كل دول على بعضهم في العبوه ديت ونقلبها كويس ونحطها. يا لهوي، ده حتى الميلانو فري ده ما بننصحش حد اصلا ان هو يستعمله الا تحت اشراف طبي، لان الميلانو فري ده فيه ريتينويد اللي هو مشتقات فيتامين ايه اللي هي بتحرق شويه لما بتتحط على البشره، وفي ماده الهيدروكينون، في نسبه كورتيزون برضه، فراح حاطط لك عليه الديرموفيت، بقى كورتيزون على كورتيزون ومواد خطر او بتعمل تهيج في البشره. انت بتدمري بشرتك حرفيا لو استخدمتي تركيبه زي دي. مستحيل اللي بيقول الفيديو ده يكون دكتور صيدلي، حتى مستحيل حتى يكون صيدلي، ما تطلعش من صيدلي ان هو يقول للناس كده. انا عقلي لا يتخيل ان ممكن دكتور صيدلي درس وفاهم يقول حاجه زي كده. انا والدي صيدلي، والدتي صيدلانيه، واخويا الكبير صيدلي، فانا مش ضد الصيادله، بالعكس اللي بيتكلم ده مستحيل يكون صيدلي، ولو كان صيدلي فانا اسف للصيادله، المفروض تهاجموا الشخص ده. حسبي الله ونعم الوكيل. ارجوكم يا جماعه ما تعملوش حاجه زي كده ابدا، والله العظيم بشرتكم هتتدمر. انا مش هكمل الفيديو لان ممكن افقد اعصابي واكسر التليفون واموت الراجل اللي قاعد ورا الكواليس ده. شامبو داخل واقف الموضوع، ما اعرفش، ما هو اللي قدامي فانا متعصب لازم اضرب حد، فانا مش هكمل الفيديو، بس انتوا فهمتوا الفكره. ارجوكوا ما نستخدمش كورتيزون على بشرتنا الا تحت اشراف طبي، وبلاش نستخدم تركيبات مجهوله الهويه بيديها لنا اي حد واقف في الصيدليه ما نعرفش ايه اللي فيها. ولو سمحتوا نتفرج على الفيديو ده عشان هيعجبنا جدا جدا جدا، ونشترك على القناه عشان نشوف الفيديوهات اللي جايه اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير. ورجعنا تاني، شوقي لك خلاني اصور اكشن، مع انه بيرفع لي الضغط حبه صغيرين مش كتير. باخد برشام الضغط وبيتظبط بعد كده، وباخد SSRI بيضيع القلق والتوتر والاكتئاب اللي بيجي لي بعد التصوير. بروح اقعد مع الدكتور النفسي وافضفض معاه ساعه ونص، ساعتين، 3 ساعات، لحد ما هو بيجي له اكتئاب وبيعمل لي بلوك الحقيقه. يلا 1 2 3. هم مين اللي بيقولوا؟ ما قالوا لناش ليه؟ طب ما احنا دكاتره، طب ما كانوا يقولوا لنا احنا. بعدين هخش تقول الجمله اللي انا هقولها دي. كات هايل. 1 2 3 4. هي تمشي تطقشي وتمشي تفقشي. معلش بقى هي طلعت مني كده فانا هخليها تطقشي. انا لو هفقش فهو هيطلع منه حاجه، انما لو هطقش فانا هخبطهم بس في بعض. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز افقش. خلاص اقعد فقش انت براحتك، انا هطقش مالكش دعوه. انت قلتها فقش في الاول. انا قلت طقش. هشيل طقش دي احطك في التلفزيون. سيبها طقش زي ما هي، عارف لو شلت طقش لك دماغك، خصم 500 جنيه. يا حسن السودة انا يابا. يا حسن السودة انا يابا.